The letter L من الحروف اللي بتظبط الكلام جدا في النطق لو اتنطق صح. هو عموما له two descriptions، توصيفين، clear L و dark L. الclear L من اسمه واضح، أولا بيظهر في أول الكلمة لما تكون كلمة بتبدأ بال L initially، زي learn، love، live، long. نلاحظ انه هي عموما ال L lateral وكمان alveolar، يعني the tip of the tongue وال blade of the tongue بيبقوا behind the upper front teeth كده. بيظهر ال L في الأول. تاني حالة لما تكون ال L قبلها consonant، حرف ساكن، زي the word blue، glue، clear، دي بنسميها clear L. On the other hand the dark L، ودي عليها كلام شوية بقى. ال dark L البوزيشن بتاع اللسان مختلف خالص، بنسميها بشكل علمي أكتر وأتقن velarized L. velarized ليه سميناها كده؟ عشان the back of my tongue بي curve upward كده، the back of my tongue raised to ايه بقى؟ عشان يلمس ال soft palate، السوفت باليت او الفيلم اللي هي المنطقه الناعمه اللي في اخر سقف الحنك. اللسان بتاعي بيكيرف كده upward ويلمسها فيطلع الصوت من هنا، عشان كده سميناها velarized. وده بيظهر بوضوح حالات الدارك ال لما تكون ال L قبلها vowel، سواء short vowel او long vowel، زي feel، feel، feel. Do you feel it؟ حاسين الصوت جاي منين؟ from backwards. feel، مش feel، لا no. feel ببلوك من ورا. feel. meal، mail، google، google. الجي والال ما في شوا between the g and the la. الشوا ده this little hidden lazy sound قد النملة ويعمل عملة، تأثيره قوي جدا على الكلام. google، google مش جوجل، google. apple، an apple. people، people. table. مهم قوي الدارك ال، ومهم قوي نفكر نفسنا ان the L لا sound is not لام بالعربي.